السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائنا المستمعين الكرام عبر أثير اليوتيوب على قناة حسن عبدي، مرحبا بكم إلى برنامجكم الجديد عن مغاربي مفردات القرآن الكريم، نستقيها لكم من كتاب مفردات غريب القرآن للأصفهاني كل أسبوع مفردة. لا تنسوا متابعتنا عبر قناتنا، ولا تنسوا أيضا الاشتراك في القناة لتصلكم برامجنا وحلقاتنا المتنوعة. في هذا الأسبوع سنتعرف على كلمة مفردة هي خمط. ما معنى خمط؟ في البداية لابد من ذكر سياقها القرآني. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم. كانت هذه الآية 16 من سورة سبأ. سنتعرف على هذا المعنى كما يتحدث عنه الراغب الأصفهاني. الراغب الأصفهاني يقول بأن خمط هي شجر لا شوك له، قيل هو شجر الأراك، والخمطة الخمر إذا حمضت، وتخمط أي إذا حمضت، وتخمط إذا غضب. يقال تخمط الفحل أي هدر أو هدر. هذا هو المعنى الذي نستقيه من كتاب الراغب الأصفهاني. كما نلفت عناية مستمعينا الكرام أيضا أنه سنترجم هذه الحلقات إلى اللغة الأمازيغية. أنا ولتيني مسود نزان مرحبا يسون نرى نسيول في وليون القرآن الكريم نيتشقان إلى القرآن أدن نفهم السيمانات نرى نسيول خفيان ووال إلى القرآن الكريم دستينين خامطين. ما ديجان خامطين أن نيل آد إيجاد يات الماكلة أو يانوسكلو نيجور ديك سلين اختران ولا ديك سلان إبسين. ديجان المعنى نخامطين إلى القرآن الكريم قيمة قلمان السيمانة يطنين. ابقوا أو دمتم في حفظ الله ورعايته، وابقوا معنا دائما مشتركين عبر قناتنا على اليوتيوب. لا تنسوا متابعتنا في الأسبوع المقبل. دمتم في حفظ الله ورعايته. أطيب المنى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.